أنا بعد ما خلصت تنظيف البيت ورتبته اتفاجأت بأخويا بيتصل عليا وبيقولي أنا جاي أزورك ومعايا مراتي. دخلت المطبخ عشان أجهز لهم أي حاجة للضيافة، ما لقيتش عندي غير شوية برتقان صغيرين، فعصرتهم وعملت كوبايتين عصير. أول ما دخلوا لقيت معاهم أم مرات أخويا، ودي أول مرة تيجي عندي. قدمت العصير لمراته ولمامتها، وحطيت قدام أخويا كوباية مية وقلت له عارفة إنك بتحب السيفن أب. هو شرب منها رشفة وفهم إنها مية. فجأة مامتها قالت أنا نفسي في سيفن أب، بيريح لي معدتي. ساعتها اتلخبطت واتحركت جدا، لكن أخويا بسرعة أنقذ الموقف. قال لها هجيب لك واحدة جديدة من المطبخ، وقام واخد الكوباية. وبعد شوية سمعنا صوت حاجة اتكسرت. رجع وقال لحماته للأسف الكوباية وقعت واتكسرت، بس عادي أنا هنزل أجيب لك واحدة من البقالة. لكن هي قالت خلاص شكله ما كانش ليا فيه نصيب. ولما جم يمشوا أخويا ودعني، وفي وسط الحضن حط فلوس في إيدي من غير ما حد ياخد باله، وقال لي وهو بيضحك ما تنسيش تنضفي المطبخ من السيفن أب عشان النمل. وسابني بابتسامة وحب وقال خلي بالك من نفسك. ساعتها حسيت قد إيه أخويا سطر عليا وراعى مشاعري، ومن غير ما يحرجني ولا يبين ضيقي. لو وصلتوا لحد هنا اذكروا الله في التعليقات. الأخ مش بس قريب دم، الأخ هو الستر والسند الحقيقي. احمدوا ربنا على وجود إخواتكم، واكتبوا في التعليقات اللهم احفظ إخوتنا وبارك فيهم.